زي ما اتعودنا مع بعض يا جماعه، انا عايزك في الاول تتخيل معايا ان انت عندك امتحان الساعه 10 والساعه دلوقتي بقت 10 الا ربع وانت لسه نايم ازاي؟ ده امتحان مهم جدا، ممكن تقعد تسال عليه، ممكن يروح شهاده منك فيه. الساعه 10 الا ربع وبدا حد ينادي عليك وانت ما بتصحاش، هيعمل ايه؟ هيجي يهزك يقول لك صح النوم، الامتحان هيروح عليك، ده انت يا دوبك تجري، يا دوبك تلحق، يا رب تلحق، يا تلحق يا ما تلحقش. هو ده اللي انا عايز اقوله لك، هو ده اللي انا عايز اقوله لينا كلنا يا جماعه. خلاص يا جماعه، خلاص لازم نلحق يا جماعه، لازم نصحي النوم، صح النوم يا جماعه. لازم كل واحد مننا يصحى قلبه يستيقظ. المنظر اللي بيبهر قلب الواحد منظر رائد الفضاء لما بيطلع في سفينه الفضاء ويطلع لابعاد عمره ما تخيل انه كان يطلعها في يوم من الايام. لما يحب يخرج من السفينه يعمل اي مهمه بيحصل له ايه؟ بيربطوه في حبل ويخرج بالحبل ده، الحبل ممدود بينه وبين السفينه. الراجل ده يا جماعه لو الحبل ده اتقطع ضاع، مش ضاع، مفيش مصطلح ضياع ممكن يعبر عن اللي حصل له. لو الحبل ده اتقطع، اوعى تقطع الصله اللي بينك وبين ربنا، اوعى تقطع الحبل اللي بينك وبين الملك سبحانه وتعالى، تضيعي كل حاجه، تضيع كل حاجه، تنتهي. احنا معانا الليله قصه، بس قصه جميله قوي يا جماعه، قصه انا عايز قلبك يعيش معايا في القصه دي. انا والله يا جماعه الواحد بيبكي وهو بيسمعها، بيبكي وهو بيشوف اللي فيها، المعاني الرهيبه اللي فيها. معانا الليله قصه واحد عصى يعني ايه؟ اطلق بصره، يعني ايه؟ سمع اغاني، قتل نفس، قتل 99 نفس، قتل 100 نفس. بس لما قال رجع لك يا رب، لما قال اقبلني يا رب، لما قال على بابك يا رب، لقى باب ربنا مفتوح، اوسع ابواب الرحمه كلها مفتوحه. المشهد الاولاني في القصه واحد واقف بعد ما عصى، بعد ما عمل كل حاجه، واقف بيقول هل لي من توبه، هل لي من توبه؟ معقول ارجع نضيف تاني؟ معقول يا ربنا يقبلني يا رب؟ انا يا رب عملت كل حاجه، انا يا رب عصيتك بكل حاجه، انا يا رب ما سبتش مكان ما عصيتكش بيه، ينفع ارجع نضيف تاني يا رب؟ يا رب انت اكتر واحد عصيت، انت اكتر واحد بحبه، انت اكتر واحد اعرضت عنده، بس انت اكتر واحد محتاجه، انت اكتر واحد بعدت عنه، بس انت يا رب اكتر واحد قلبي كل ذره فيه بتهتف بحبه والاحساس بقربه. يا رب انا عصيتك كتير بس بحبك، والله العظيم بحبك يا رب، على قد ما عصيتك على قد. يا رب انا بحب، يا رب عايز اتوب يا رب، هل لي من توبه؟ يا ناس حد يدلني، يا ناس حد يدلني، حد اللي يعرف حد يوصلني لربنا يقول لي، اللي يعرف حد يعرف باب يتفتح لي يقول لي يا رب انا عايش في ضنك يا رب، يا رب اقبلني، انجدني يا رب. يا رب انا قتلت 100 نفس، وبكل ذنب عملته اتقتلت 100 مره، انا بموت كل يوم 100 مره، انا بتذبح كل يوم 100 مره، انا عايش في ضنك يا رب. دلوه على راهب، راح للراهب وهو كله امل ربنا هيفتح لي الباب، انا قدرت توصل لربنا ولا ايه؟ راح للراهب قال له انا كنت نظيف وطاهر بس قتلت 100 نفس، قتلت ده عشان واحده، وقتلت ده عشان فلوسه، وقتلت ده عشان كان بيغشني، انا ما حدش يغشني ابدا، لا ما استحملش، وقتلت ده عشان كان بيترسم عليا، وقتلت ده وجزع مع واحد صاحبي، وقتلت ده عشان حته حشيش، انا قتلت. هل لي من توبه؟ هل لي من توبه؟ ينفع ان انا اتوب وارجع نضيف تاني؟ ينفع ان كل اللي كتب عليا ده يتمسح تاني؟ ينفع ان انا ابدا صفحه جديده مع ربنا تاني؟ ينفع ان انا ارجع زي ما اتولدت انسان طاهر ونضيف؟ ينفع ان الماضي ده كله يتمسح ولا كاني عملت اي حاجه؟ الراهب قال له ما ينفعش ازاي؟ ما ينفعش، انت قتلت 100 واحد وجاي بعد ايه؟ ما ينفعش ازاي؟ يعني انا نار داخل جهنم، يعني انا مش هشوف الجنه ولا هدخلها، يعني انا هتعذب في قبري، يعني ايه ده؟ انت لو قلت لي سرطان هيجيلي، لو قلت لي مصيبه، لو قلت لي كارثه، لو قلت لي عيالي هتموت، ابقى اسهل على قلبي من انك تقول لي ماليش توب. يعني انا ماليش نصيب في رحمه ربنا، ماليش نصيب في الجنه، ماليش نصيب ولا امل ان ربنا يغفر لي. انت ما ينفعش تعيش، انت لازم تموت. وقتلوا بقوا 100 نفس، ومشي مخنوق ما هوش عارف يعمل ايه. كانوا الشيطان قال له يا عم انت بتعمل ايه؟ يا عم مفيش فايده، يا عم يأس، يا عم عيشها بالطول والعرض، انت مفيش فيك امل مهما حاولت، انت جاي بعد ايه؟ يا عم انت رايح لحياه خانقه برجليك، انت هتسيب العز ده انت باشا، ده انت كله بيخاف منك، كله هياخدك مطشه بعد كده. يا عم انت سايب الدنيا ومتاحها ومباهجها، يا عم ارجع. بدأ مش قادر يستسلم لكلام الشيطان، ما حدش قادر، مخنوق من جوه، تعبان. يا ناس حد يدلني على طريق يوصلني لربنا. يا رب انا بموت كل يوم 1000 مره، يا رب انا بتذبح كل يوم 1000 مره، يا رب انا عايش في ضنك، دلني عليك يا رب، وصلني ليك يا رب. يا ناس ما حدش يعرف حد يوصلني لربنا. دلوه على عالم بدأ يروح للعالم وهو رايح في الطريق. يا رب اقبلني يا رب، انا عاوزك يا رب،
انا رايد طريقك يا رب. هو رايح في الطريق رايح مرعوب، احساس مريض جاله سرطان، لف على كل دكاتره الدنيا قالوا له انت ميت ميت، ورايح لاخر دكتور في الدنيا. لو ده قال له ميت خلاص يبقى كل حاجه انتهت. رايح وهو رايح في الطريق لسانه مشلول مش قادر ينطق، ايده مشلوله مش رجليه مش قادره تشيله، مرعوب. لو قال لي لا هعمل ايه؟ هعمل ايه؟ هروح فين؟ هروح فين لو قال لي لا؟ هروح فين لو ما طلعش في باب بينه وبين ربنا ارجع منه؟ ولو قال لي انا حاسس ان يقول لي انا حاسس ان في امل والله العظيم. انا رغم ان انا كنت معصي وبعمل كبائر كتير الا ان انا كنت حاسس ان ربنا بيبعت لي رسائل كتير. كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي ارجع، كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي انا بابي لسه مفتوح، كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي انا رحمتي واسعه ما تيأسش من رحمتي، تعالى تعالى. كان كل يوم بيبعت لي رساله يقول لي الى افضل مني. لمين؟ سايبني ورايح لمين؟ مين اللي اولى بك مني؟ مين اللي ارحم بك مني؟ مين اللي هيحبك اكتر مني؟ مين اللي هيفتح لك بابه اكتر مني؟ مين اللي هيقدرك اكتر مني؟ كان كل يوم بيبعت لي رساله. انا حاسس ان في امل والله، حاسس ان ربنا مش هيسيبني. بدأ وهو رايح لطريق العالم مش قادر، مرعوب، وقف على باب العالم. لو خبطت وقال لي لا هعمل ايه؟ بدأت ايديه تقدم وترجع، يقدم ايديه ويرجع، واول ما ايديه لمست الباب بدأ يخبط يخبط يخبط. بدأ بكل قوته، بكل رغبته انه يعيش انسان نظيف وطاهر، بكل رغبته ان الماضي يتمحى من حياته، بكل رغبته انه يعيش بكنف الله وفرحة بالله، بكل امله في رحمة ربنا. بدأ يخبط. جه العالم بيفتح الباب، ده مين؟ اول ما شاف العالم في وشه ما قدرش ينطق، لسانه اتشل، دموعه هي اللي عبرت عن مشاعر كلام الدنيا كله ما يقدرش يعبر عليه. بص للعالم واول ما بدأ ينطق ما قالوش غير كلمة واحدة: هل لي من توبة؟ هل لي من توبة؟ انا عملت كل حاجة، انا عملت كل حاجة، انا مفسد من المفسدين في الارض، انا عصيت ربنا معاصي لو حد عرفها مش هيطيق يقعد معايا، انا عملت حاجات لو اقرب ناس الي عرفوها مش هيطيقوا يقعدوا في البلد اللي انا فيها. هل لي من توبة؟ انا عملت حاجات كتير قوي، بس والله انا مستعد اعمل اي حاجة عشان ربنا يقبلني، انا مستعد اضحي باي حاجة، انا مستعد ادوس على اي حاجة بس في امل ان ربنا يقبلني. انا عملت كل اللي انا عايزه، عصيت كل المعاصي اللي انا كنت عايز اعصيها، عملت كل حاجة وراجع مكسور، راجع مجروح، راجع مذبوح. قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الخطب ويا حصني من الايام والايام تعاصف بي. ربنا ممكن يقبلني؟ هل لي من توبة؟ يا رب يا رب انا مجرم مش هتقبل غير النظام. طب انا اروح فين؟ اروح لمين غيرك يا رب؟ يا رب يا رب ان عظمت ذنوبي كلها فلقد علمت بان عفوك اعظم. ان كان لا يرجوك الا محسن، ان كان لا يرجوك الا محسن، فبمن يلوذ المجرم؟ فبمن يلوذ ويستجير المجرم؟ المجرم يروح لمين؟ هل لي من توبة؟ ينفع توب؟ ينفع توب يا عم الشيخ؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ فقال له الشيخ، قال له العالم: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ايه اللي يقف بينك وبين مولاك اللي خلقك؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ انت عارف فرحة ربنا بيك قد ايه؟ انت عارف رحمة ربنا بيك قد ايه؟ رحمته بيك ده جزء من 100 جزء من الرحمة بتاعته لما حطها في قلب امك وابوك. شوف عملوا لك ايه. انت عارف حب ربنا ليك قد ايه؟ اللي حب الناس ده كله قطرة ما تجيش قطرة من بحر حبه ليك سبحانه وتعالى. انت عارف كرم ربنا قد ايه؟ انا بعد ما قتلت لي نفسي يفرح بي، انا بعد ما عملت كل حاجة يفرح بي، انا بعد ما عملت كل المعاصي وبقيت مفسد وعملت، انا ما عملتش حاجة ما عملتهاش يفرح بي، انا بعد كل ده، بعد كل الماضي ده يفرح بربنا سبحانه وتعالى. يفرح ازاي؟ ده انا جاي له بجبل ذنوب، انا جاي له بجبال ذنوب. سمع صوت في قلبه، سمع صوت غريب في قلبه بيكتب في قلبه: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم
لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، مفيش في قلبك غيري، لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفرة. يعني ينفع اتوب؟ ومن يحول بينك وبين التوبة. انطلق من فرحته، ما ترددش، ما تكذبش، ما وقفش ياخد قرار، ما ترددش في لحظة، انطلق، طلع يجري، ساب كل حاجة، باع كل حاجة. وهو في الطريق نزل ملك الموت، بدأ ينزع روحه، بدأ ينزع روحه من كل حتة في جسمه، بدأ يقع على الارض. لا يا رب، انا بعد ما عرفت طريقك مش هيحول بيني وبينك حاجة، ولا الموت، ولا الموت هيحول بيني وبينك يا رب. بدأ الألم، بدأ من الناس يزيد، بدأ روحه تتزع من كل عرق وعصب، بدأ يزحف على صدره، بدأ يكملها زحف، وايديه الضعيفة مش قادرة تمسك في التراب وتشد في التراب عشان يزحف لربنا سبحانه وتعالى. بدأ بكل ذرة لسه في جسمه الروح ما خرجتش منها يزحف لربنا سبحانه وتعالى. انا عايز اوصل لك يا رب لغاية ما اخر ذرة في جسمه الروح بتتسحب منها، كان عارف خلاص انه ميت. كان نفسي اوصل لك يا رب، كان نفسي اعيش طاهر، كان نفسي اسجد لك يا رب كتير قوي، كان نفسي اقول لك في كل تلت اخير من الليل انا بحبك قد ايه، كان نفسي اذكرك ليل نهار، كان نفسي اعيش حياة تانية، كان نفسي اجيب لعمري 1000 عمر احبك فيه واعبدك فيه واتوب ليك فيه. كان نفسي كل معصية عملتها اعمل قصادها مليون حسنة يا رب عشان ارضيك. كان نفسي احس انك راضي عني وانك بتحبني، كان نفسي ادوق رحمتك يا رب، كان نفسي ادوق رضاك يا رب. وينتهي ملك الموت من مهمته ويبقى المشهد جثة نايمة في وسط الصحراء في مكان موحش مفيش مخلوق فيه. بس القصة لسه ما انتهتش. ينزل فوجين من الملائكة، فوجين كبار جدا، فوجين دول مالهمش دعوة دول خالص، دول شكل ودول شكل، دول بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، ودول وشوشهم سودة ومعاهم كفن من نار، ودول معاهم لبس من الجنة وعطر من الجنة وجايين فرحانين، ودول جايين معاهم كفن من جهنم وجايين غضبانين. منظر رهيب. والاثنين وقفوا عند جسده. مين هياخد روحه من ملك الموت؟ مين هيستلم روحه من ملك الموت؟ القصة لسه ما انتهتش يا جماعة، ما هماش عارفين يعملوا ايه. ملائكة العذاب قالت انتوا عايزين ايه؟ انتوا عايزين تاخدوا مين؟ ده احنا قعدنا سنين نكتب في سيئات ملهاش حصر وعملها، هتاخدوه ازاي؟ وملائكة الرحمة تقول انتوا مش عارفين رحمة ربنا، رحمة ربنا انه جاء مقبلا بقلبه على الله. ده جاي بقلبه مش برجليه. مهما الانسان عمل لو رجع بقلبه كل حاجة تروح، لو رجع لربنا بقلبه مش برجليه كل حاجة تروح. ربنا سبحانه وتعالى يجري معجزة حصلتش قبل كده. فأوحى الله، قال خلاص نقيس المسافة بينه وبين أرض المعصية وأرض الطاعة. فأوحى الله لأرض المعصية أن تباعدي ولأرض الطاعة أن تقاربي. آتوا المسافة، لقوا أقرب لأرض الطاعة بشبر واحد. شبر يعني تلت خطوة رجلين، شبر واحد. فقبضته ملائكة الرحمة، اتحط في كفن من الجنة، لبس لبس الجنة، طلع مع ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، احتفل بيه في ملكوت السماوات السبعة. طلع لربنا 7 سماوات وربنا قال صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. ايه ده؟ ايه طوفان الرحمة دي؟ ايه ده؟ مين اللي بعد كده ييأس من رحمتك يا رب؟ مين اللي بعد كده يا جماعة؟ انا عايزكم تقفوا مع الحديث ده وقفة، انا عايز تقف تاني مع الحديث، عايز نعيش تاني مع القصة. كان رجل في من كان قبلكم قتل. اللي قتل ده معقولة ما زناش؟ يقينا زنا. معقولة ما سرقش؟ يقينا سرق. يعني عمل كل الموبقات. طب اللي قتل 99 ده قتلهم في يوم؟ بالتأكيد طول العمر. يبقى الراجل ده صحيفته شكلها ايه؟ ومع ذلك ربنا قبله. انا بقالي 5 سنين بشرب مخدرات كل يوم، يقبلني؟ وانا مغني وانا ممثلة وانا عملت اللي ما اقدرش اقوله، ما اقدرش اقول انا عملت ايه. يقبلنا يقبلكم. طب انا عندي ذنوب، انا حاسس ان انا مذنب قوي، حتى لو الناس بتقول لي ان حاسس اني مذنب. يقبلني يقبلك. قتل 99 نفس. يا جماعه الراجل ده لو رحنا القريه بتاعته وقلنا للناس مين اخر واحد في البلد دي كلها ممكن يتوب، هيقولوا ده، وهو اول واحد تاب. اوعى تيأس من نفسك، اوعى تيأس من نفسك، اوعى تيأس من صاحبك، من اقرب صاحبه ليكي، من اي حد. اوعوا تيأسوا يا جماعه من افسد الناس في الدنيا. ربنا قادر ورحمته واسعه. طب اللي قتل 99 ده مفيش حد يقوله لا؟ مفيش حد يعاقبه؟ معناها ان البيئه كانت فساد رهيب. طب ما حدش كلمه ليه؟ البيئه كانت فساد رهيب.
يبقى اوعى تقول ان البيئه فساد وانا هعمل ايه، اوعى تقولي وانا هعمل ايه، صحباتي كلهم كده، اوعى تقول وانا هعمل ايه، انا واحد بغني وكل اللي حواليا مغنيين وكل اللي حواليا بيئه فاسده، اوعى تقول هعمل ايه. بيئه الفساد ما هياش عذر، اطلع منها، اطلع من بركه الطين، اطلع من بركه النار، اطلع من بركه الحميم. قتل 99 نفس فبدا له ان يتوب. يا ترى ليه يا جماعه؟ الحديث مش قايل ليه، ولكن يا ترى ليه يا جماعه؟ بالتاكيد الراجل ده من زمان مخنوق، مش طايق، مش طايق، بدليل ان هو عندهم 99 مخنوق مش قادر يستحمل، ويجي موقف يجي موت قريب فجاه خلاص عند 99 كان وصل انه ما عادش قادر خلاص. فسأل عن اعلم اهل الارض، سأل، هو اللي راح، هو اللي خد خطوه. من تقرب الي شبرا تقرب. انت اللي لازم تقدم الخطوه الاولانيه، لازم تقدم الخطوه الاولانيه الليله لربنا سبحانه وتعالى، لازم اول خطوه الليله لربنا، اول شبر اللي تنقذ به مصيرك. طب سأل عن اعلم اهل الارض، ما راحش الواحد هيقول له يا عم وايه يعني، ما راحش الواحد هيقول له سيب التمثيل ليله، التمثيل ده رساله، ما راحش الواحده حط لك 5 انواع مكياج في وشها وطلع لك بميك اب بيتكلم الناس في دين ربنا، ما راحش لحد هيميع الدين وهيضيع الدين، ما راحتش الواحده تقول لها بترتيب حجاب شرعي كامل، ما راحتش الشيخ يقول لها البنطلون لا بأس به ان كان فضفاضا، ما راحش، لا، دور على اللي عنده علم، لانه عايز يتوب بجد. لو عايزه تتوبي بجد دوري على اللي عنده علم، لو عايز تتوب بجد روح لشيخ من اهل السنه عنده علم. فسأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على راهب الناس بتقيسها بطول الدقن، راح قال له ليس لك توبه، قتله. يعني الذنب اللي هو بيحاول يخلص منه وقع فيه. لو انت بتحاول تتوبي وقعت في نفس الذنب تاني قومي وكملي ما تيأسيش. لو انت بتتوب وقعت تاني دخلت على موقع تاني، انا مش بقول لك ادخل واستهتر، اوعى، ده نار، ده عذاب، ولكن افرض وقعت لاي سبب قوم كمل، اوعى تيأسي، قومي وكملي. بدأ يكمل، بدأ يسأل تاني، دلوه على اعلم اهل الارض المره دي بجد. قال له هل لي من توبه؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبه؟ ولكن الكلمتين يا جماعه، الكلمتين اللي لو دخلوا قلوبنا كل حاجه في حياتنا تتغير. اترك ارضك فانها ارض سوء وانطلق الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله. اترك. مصيبه كتير من الشباب انه عايز يتوب من غير ما يسيب، من غير كلمه اترك، متصور انه ممكن يبقى كويس من غير ما يسيب الماضي. اترك، احرق كل الماضي بتاعك، احرق اي علاقه بينك وبين الماضي، احرق شريطك، احرق نمر المحمول، احرق كل حاجه، قفل اي باب بينك وبين المعصيه وبينك وبين الماضي. اترك الصحبه. اللي معتقد انه هيتوب ومع الصحبه بتاعت زمان ولو على الاقل في اول شهر من التزامه يبقى واهم، مش هتقدر، هتضيع. بيعمل زي اللي راكب سفينه وبيجري على الجامع، بيجري بس السفينه بتجري عكس اتجاه الجامع، موهوم انه بيتقدم، موهوم انه رايح لربنا. الراجل ده كان زعيم شله، كان كبير، كان كوماندا، ومع ذلك ما قالش هضحي باعتباري وبمركزي، ده ما قالش هيقولوا عليا ايه. ما خافش، ما ترددش، ما تتردديش، ما تتصددش، ما تتذبذبش. وبعد كده يا جماعه فاترك وانطلق. لما قالوا لي انت عايز ايه من السلسله دي قلت لهم اترك وانطلق. لما قالوا لي هدفك ايه من السلسله قلت لهم اترك وانطلق. هم دول انا عايز ازرع في الشباب وفي قلبي اترك وانطلق، انطلقي. عايزين نبقى ابطال، عايزين اللي كانوا ابطال في المعاصي يبقوا ابطال في الطاعات، عايزين رجاله، عايزين عظماء، عايزين سابقين يا جماعه. فانطلق الراجل، ما خدمش خبر، انطلق في الطريق. وهو في الطريق ينزل ملك الموت، تنزل ملائكه الرحمه وملائكه العذاب. انه جاء مقبلا بقلبه. قفلت الموضوع خلاص. قلبك فيه ايه؟ ربنا عمل للراجل ده يا جماعه، ربنا عمل له اول حاجه ان ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يا جماعه رزقه حسن الخاتمه. حسن الخاتمه، ايوه والله يا جماعه حسن الخاتمه ده شيء رهيب، شيء عظيم. احد اخواني واحبابي واحد نسيبه مات، بيقول مات وسجد سجده طويله بيهزوا له ومات. فبيدوروا في ورقه لقوا كشكول عنده، كشكول كامل من اول سطر لاخر سطر ماليه يا رب خفف عليا سكرات الموت، يا رب خفف عليا سكرات الموت، يا رب خفف. من كتر اللي في قلبه من خوف من لحظه الموت ملك كشكول يا رب خفف عليا سكرات الموت. مات وهو ساكت. هو اللي ماتوا على لا اله الا الله واحد امريكي من اصل اسباني وعايش في نيويورك، يعني زي سلمان الفارسي كده، بينه وبين الدين ايه، بينه وبين، ومع ذلك مات على لا اله الا الله. قبل ما يموت ب3 ايام ما كانش يعرف الاسلام وكان تايه وبيدور وايه الدين الحق. ينام يشوف رؤية سيدنا عيسى يجيله، سيدنا عيسى المسيح عليه السلام يقول له كن مسلما، يقوم مفزوع يجري في نيويورك يدور على اي مسجد، يروح في بروكلين يدور على اي مسجد، يدخل مسجد يقول لهم انا عايز ابقى مسلم ازاي؟ يعرفوا الشهادتين، يشهد الشهادتين، يصلي معاهم كذا صلاة، وعند صلاة العشاء يسجد في الركعة الاولى، الامام يسجد وراه، الامام يقوم وهو ما يقومش، يموت على لا اله الا الله،
زي اختنا الله يرحمها اللي كانت راجعه في سنه اكسبريس، الباخره اللي غرقت من كذا سنه وهي راجعه الباخره بتغرق، طب بتعمل ايه؟ فهي مع جوزها ففي الاوضه الحق بنغرق يلا نطلع بسرعه نركب اوضه ولا اي حاجه. قالت له حجابي. قال لها حجابك ايه؟ هو الوقت وقت حجاب؟ قالت له الا حجابي، لازم البس حجابي كله كامل. ونزلت جابت حجابها وطلعت. قالت له انت راضي عني؟ فقعد يبص لها ويعيط مش قادر يستحمل الموقف. قالت له بالله عليك انطقها انت راضي عني؟ قال لها والله راضي عنك. قالت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. معلش تتكلم عن مخلوق. فضلت تردد الشهادتين لغايه ما غرقت وماتت، وجوزها هو اللي نجا وحكى هذه القصه. مات على لا اله الا الله، ماتت على لا اله الا الله. زي المؤذن اللي قعد 40 سنه يأذن من غير اجره. الراجل بيحب الاذان من قلبه. لما جه قبل الموت ابتلي بمرض صحته ضعفت، فقد النطق، ما عادش بيقدر يأذن، بقى بيسمع الاذان قلبه يتشق، مش قادر، مش عارف يعمل ايه. اولاده بيقسموا انه قبل ما يموت على طول الاذان جه ميعاده، راح ربنا سبحانه وتعالى انطق صوته، قعد يأذن الله اكبر وتحول للقبله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لغايه ما وصل لغايه اخر الاذان لا اله الا الله واعمل. ماتوا كل دول على لا اله الا الله. زي الداعيه اللي كان رايح في احد المساجد وربنا يقدر ان خطيب الجمعه ما يطلعش، يطلع هو يكلم الناس عن الدار الاخره، زي المحاوله اللي بحاول اعملها معاكم الوقت يا جماعه. يجي له بيقول بعد الخطبه، الناس بكت بعد الخطبه، جاله شاب ريحه السجاير، شكله معروف، ده شكله بعيد جدا. قال له انتوا كنتوا فين؟ انتوا سايبيننا ليه؟ حرام عليكم، سايبيننا في العذاب اللي احنا فيه ده ليه؟ انا عايز اتوب ازاي؟ قال له اداله رقم تليفون رقم تليفونه. الشاب بعد اسبوعين اتصل بيه وراح له، بيقول لي وشه منور ولحيته طالعه وثوبه الابيض ما شاء الله. قعد 3 شهور الشاب يصوم بالنهار كل يوم ويقوم الليل كل ليله. بعد 3 شهور كان ايامها ايام الجهاد في افغانستان زمان، ايام الروس كانوا في افغانستان، ايام المباركه قبل الفرقه والنزاع كان في افغانستان. فده كان في الخليج. هذا الشاب استأذن امه قال انا عايز اروح اجاهد، كان في رمضان يا جماعه. قال انا عايز اروح اجاهد، خد القرار. قالت له جاهد، بس قال لها انا عندي شرط، اخدك واوديك عمره. قالت له موافقه. وهم في الطريق وهم راكبين العربيه تتقلب العربيه، يموت الشاب، يموت في رمضان وهو صايم، يموت وهو مع القران، يموت وهو تائب، يموت وهو رايح يعمل عمره، يموت وهو بر امه، يموت وهو رايح يجاهد، يموت وهو فتح صفحه جديده مع الله. يموت زي المرأة بتاع جنوب شرق اسيا اللي قعدت تحوش شيلن على شيلن لغايه ما لمت فلوس الحج. طول عمرها فقيره جدا. اول ما وصلت لجده فنزلت في المطار او في المينا، فبتقول لهم احنا فين؟ قالوا لها جده. قالت لهم يعني في الحجاز؟ قالوا لها الحجاز. سجدت لربنا سجدة شكر ما قامتش منها، ماتت. زي المرأة اللي كانت راجعة من الحج والاتوبيس حصل فيه حادثة، اولادها بيفوقوهم راجعين معاها من الحج، قالت لهم الملتقى الجنة الملتقى الجنة الملتقى الجنة، وماتت. الله يرحمها. كان احد الناس وهو معدي في سينا في مكان في الصحراء، صحراء خالص، بيقول شميت ريحة جميلة جدا جدا، المكان صحراء مفيش اي نبات عطر ولا اي ازاط. بيقول فبدأت احفر لقيت جثة شاب اتقتل في حرب 67، لسه بجسمه لسه بدمه لسه بعطره، ربنا حافظ جثته حافظ دمه حافظ ريحته العطرة بعد السنين ده ايه كلها. واللي مات وهو رايح يشتري فستان لبنت يتيمة في فرحها، مات والعربية حصل فيها حادثة. يا جماعة حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. ربنا يديك كل ده ليه؟ الراجل ده ربنا اداله حسن الخاتمة. ماذا لو تأخر قليلا؟ اخر وقفة لنا في حلقة الليلة، لو تأخر ده كان اتأخر يا جماعة. الراجل ده فرق مصيره على شبر، الشبر ده ممكن يكون الشبر لو كان اتأخر دقيقة، لو كان اتفضل، لو كان بكرة. ما تقوليش بكرة، ما تقولش بعد ساعة. صاحبي بيقول لي الراجل عندهم في الجامعة قال هدعوه الام بي 3 بالاغاني على طول في ودنه والاذان بيدن ما بيصليش. قال بكرة، بيقول جيت بكرة لقيته مات. ما تضمنش عمرك، تضمنيش عمرك، مفيش بكرة. ماذا لو تأخر قليلا؟ كان ضاع، كان مصيره انتهى، كان قبرته ملكة العذاب، كانت قبره بقى جمر مولع عليه في نار، كان اتحاسب على ذنب، كان انتهى، كان اتنسف، كان الحبل اتقطع وضاع وانتهى وتاه، كان خلاص قطار التوبة فاته. الشبر اللي هو لحقه ده ممكن يكون درس انت هتحضره، ممكن يكون صلاة التراويح الليلة بخشوع، ممكن يكون ختمة القرآن اللي انت هتختمها ده ايه، ممكن يكون شريط ديني هتسمعه الليلة، ممكن يكون نقابك اللي هتقرري تلبسيه الليلة، ممكن يكون المعصية اللي انت هتقرر تسيبها والبنت اللي انت هتسيبها، ممكن يكون اي معصية، ممكن يكون اعتزال التمثيل،
ممكن يكون اعتزال الغناء، ممكن يكون اعتزال التلحين، ممكن يكون اعتزال المركز اللي مال حرام، ممكن يكون ترك المحل اللي بيجيبك من نفوس حرام، ممكن يكون ترك تجارة اللبس اللي بتاع البنات بتوع ممكن يكون اي معصية انت هتسيبها لربنا سبحانه وتعالى، اي طاعة انت هتعملها لربنا سبحانه وتعالى لو اتأخر قليل. الشاب اللي كان ماشي مع احد الدعاء وتايب ومنطلق الى الله، الداعية بيقول له، الداعية بدأ الشاب يبعد، فالداعية بيسأل عليه، قالوا له ده بينتكس، بيتصل بيه قال له انا جاي يا عم الشيخ، انا راجع، انا هرجع والله العظيم. بيقول كل فترة يتصل انا راجع ويأخر، انا راجع. في يوم اتصلوا بيه قالوا له روح المستشفى، راح له المستشفى لقى عنده ابن. بيقول اول ما دخلت على لقيته بيقول لي انا كنت عايز اجيله على رجليا، جابني على وشي، اتأخر. فرعون اتأخر، جه عند الموت بيقول امنت انه لا اله الا الذي امنت به. اتأخر الان بعد ايه اتأخر. صاحبنا وحبيبنا الله يرحمه اللي كان عايز، تعالوا لي املوا لي الهارد ديسك بتاع المواد الدينيه، انا عايز اتوب، انا عايز التزم. فجأة لقيتهم بيقولوا فلان مات ازاي؟ مات في حادثة عربية، مات ازاي؟ اتأخر يا جماعة ماذا لو تأخر قليلا؟ اوعى تتأخري، يا تلحقي يا ما تلحقيش. لازم الليلة ناخد الشبر هيكون نقاب، الشبر هيكون انك انت خلاص هتسيبي اي علاقة محرمة واي اختلاط، الشبر هيكون انك هتسيبي المال الحرام، الشبر هيكون انك هتعتزل الافساد، الشبر هيكون انك هتغير القناة الفضائية المفسدة اللي انت بتطعن بيها في كبد محمد بن عبد الله وفي كبد الاسلام ليل نهار، وعند ربنا زيك زي شارون وبوش بتحارب في الاسلام. الشبر هيكون ده، الشبر هيكون ايه؟ الشبر هيكون توبتك الخالصة لربنا، الشبر هيكون ركعتين التوبة اللي هننزل نصليهم دلوقتي، الشبر هيكون الصفحة الجديدة مع ربنا، الشبر هيكون ايه؟ لازم الليلة كل واحد يقدم شبر، لازم الليلة الكروك اعمل عمل صالح، اتصل بوس ايد امك وابوكي، اتصل برحمك كلهم واتصل بيهم وتقرب اليهم وسلم عليهم، اعمل حاجة، اقطع علاقتك بصحبة السوء، خلاص قول انا تبت يا رب، انا سبت يا رب. ماذا لو تأخر قليلا كان كل ده ضاع، كان كل الرحمة دي ضاعت. بس انت تيجي وانت هتشوفي هيعمل لك ايه، بس انت تعالى وشوف هيديك ايه. ياللي ماسكين في حتة شلن حقير وخايفين من اللي هيديكوا كنوز خزائن السماوات كلها، تعالوا ما تخافش. ياللي بيقعد قدامك 20,000 شاب وبنت في الحفلة الغنائية بتاعتك هيديك الاعظم والله العظيم في الدنيا والاخرة. ياللي بتكسب لك 2000-3000 جنيه من مال حرام هيديك الاعظم والابرك والله العظيم. ياللي بتدوق لذة في اي معصية وبتدوق لذة في اي معصية هيديك اللذة الاعظم والسعادة الاكبر والله العظيم. ياللي انت لسه نايم، ياللي انت لسه غافل، ياللي انت لسه قاعد مسمي نفسك ملتزم وانت لا انت ملتزم ولا حاجة، هيديك. انطلقوا يا جماعة، اترك وانطلق، اتركي وانطلقي. خلاص يا رجالة، اتفقنا يا رجالة، خلاص يا جماعة نرفع ايدنا. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اقبلنا يا رب، اقبلنا يا رب، على بابك يا رب، راجعين لك يا رب، اقبلنا يا رب، يا رب احببناك. والله يا رب، اللهم انا نقسم اننا نحبك، اللهم انا ما عصيناك جرأة عليك ولكن غلبتنا ذنوبنا. اللهم انا تبنا اليك ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا وعاهدناك على ان لا نعود الى المعاصي ابدا. يا رب هل لي من توبة؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله.